صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مازن مصطفى في حلقه جديده ومختلفه شويه. الساعه دلوقتي 10 وربع، وانا بس الاول الصوت يكون واضح. بكلمكم محطه مترو السادات في بدايه يومنا ان شاء الله. النهارده الجمعه، تاني يوم من افتتاح معرض الكتاب. النهارده هنغطي او مش بشكل كامل، بس هغطي التجربه بتاعتي في معرض الكتاب، فمهلك كتير. يلا بينا نبدا اليوم. على السلامه يا شباب. هذا الفوج السكندري شعبان. صباح الفل. صباح الفل. اهلا باول ضيف. تعالى يا معلم، توثيقا لليوم النهارده. حبيب قلبي تسلم. احمد صباح الفل. جاي من اسكندريه. ده مازن مصطفى. انا مازن مصطفى، انا اليوتيوبر. ازيك عامل ايه؟ توثيقا لليوم. فين الباقي؟ في حبه ناقصين. في يا ابني الكلام ده انتشر على اليوتيوب يا ابني. انت ليه مصور من انا بس خلص الفيديو اقول لكم راح فين. يا ابني مين اللي ورايا؟ طب هيكون مين؟ هو في غيره؟ عمور. مش ممكن. مش ممكن. صور يا عم. هو عمور يا جماعه. طب يا ابني القميص. لا بالعرض لا اسمه بالعرض عشان اليوتيوب. بس الكاتب عمرو جمعه صديق الكاتب. صور فلوج يا ابني. صور عادي ليه؟ يخرب بيتك. صديقنا كاتب ليك فين في معرض الكتاب النهارده. هنوثق اليوم عشان ازيك يا عمرو؟ ما سلمتش عليك يا حبيبي. عامل ايه؟ جايبين للمتحف نقضي كده جوله في السريع عشان اخونا عبده اداب تاريخ. اوعى علم الفيديو. انا بس اطلع فيديو اداب تاريخ. ماله دلوقتي؟ ولا انت مش اداب تاريخ معايا؟ ايوه يا باشا، عندنا امتحان يوم الاحد. عندهم امتحانين رايحين المتحف عشان يذاكروا، وبعد كده هنطلع مع بعض. وصلنا المتحف المصري نذاكر. هو واقفين. صباح الفل. ما زالوا ياخذوا بعض الحسابات، وبعد كده هنطير على جوه ونبتدي بقى ايه بتاع. خلصنا فطار في وسط البلد، ونحن متجهون للاتوبيسات بتاعت عبد المنعم رياض او في عبد المنعم رياض عشان نروح نتفرج على كتاب الاستاذ في معرض الكتاب. يا جدع ما خدتش بالك كل ده؟ ركبنا الاتوبيس موقف عبد المنعم رياض. حاليا متجهين لمعرض الكتاب. حاليا معرض الكتاب، وبندور على الجناح اللي فيه الكتاب بتاع عمرو. مصور احمد سرق نظرتي قاعد معانا، والكاتب عمرو. ايه احساسك واحنا كاتب او استاذ عمرو جمعه، ايه احساس حضرتك واحنا داخلين على الروايه بتاعتك حاليا؟ والله يعني العظيم يعني بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ جواد.
ايه احساسك واحنا داخلين على روايه صديقك الكاتب عمرو جمعه؟ والله حاسس هيبقى في عياط قدام يعني هو يعني عمال يعمل كده بس انت ما تعرفش؟ مش الروايه فيها عياط؟ بجد الحمد لله انا قلبي بيدق يا شباب، قالوا بيدق. لا لازم انا كنت منطفي من 3 دقايق بالظبط. بس دخل المعرض الفايبس حاجه 25 25 26 فين؟ ايوه احنا هنكمل تصوير لغايه ما نوصل عشان نوثق اللحظه دي. انت قصير ليه كده عمرو في الكادر؟ معلش انت جايب نص الكادر. عشان احنا بنقرب. هو ايه شالوا 27 ولا 27 31. طب بص اي ثينك ان هي هناك. تعالى كده. بحثا عن سي 27 سي 28 اهي. سي 27 سي 27 سي 27 سي بحثا عن الرواية. ما شالوها ولا هيا بنا بحثا عن سي 27. انها تقترب سي 24 سي 25 سي 26 سي 26 سي 23. هو ايه الترتيب الغريب نوعا ما ده؟ سي 22 اعتقد انها على يميننا بس هي نط على سي 3. اوه سي 27 سي 27. أوه. ليل لم ينتهي. عمرو كتابك ده عمرو وريني ايه اللي في ايدك ده. وريني يا لص. اوه مش دي الروايه اللي احنا كنا بنتناقش فيها على القهوه؟ اوه ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لو سمحت ما اسمحلكش انا لسه ما كملتش الفيديو 17 ثانيه. لا لا عيب عيب. بيصور جناح سي 27. اتمنى بس الفيديو ده ينزل قبل ما المعرض يخلص. ليل لم ينتهي. ليل لم ينتهي. عمرو جمعه قاعة 2. صدق صح. ايه شعورك بقى وانت ماسك كتابك في ايدك؟ مش عارف. ماما عيناه عمرو لماذا نحن هنا؟ لماذا نحن هنا؟ انا والشباب بحثا عن يحيى عزام في بي 16. فين بي 16؟ انا ببحث بي 17. انا بدور وببحث. ها ادينا هو بي 16 بي 12 و14. طب فاصل قصير ونواصل مرة أخرى. كتابك من هنا عمرو سي 32. يا عمرو باظت الانترو. لا نزود تليفون عندنا. هذا هو فرصة العمر. تاني كتاب لعمرو النهارده. ايه شعورك كنت كتابك بتعلق على الرف هناك بجانب الكتاب اللي في ايدي ده؟ تقريبا هعرف لسه هو لسه بندور. تقدم عمرو فرصة العمر. كتاب فيديو على طول. مفيش انت لازم تكون على بالك في الفيديو. اول بيعة انا والله يا صديقي ده والله دي حاجة لذيذة ان انا اكون اول واحد ياخد الكتاب ده. مش لاقي حاجة اقولها فقول انت. إلى مكتب العمليات بقاعة 1 للأهمية. طب والله كان ساعات بيعيط. الطبول دق الطبول. اول مش عارف اول بيعه دي يا عمرو. اول بيعه دي لا الثالثة. المهم ان هو اول اوتوجراف. يلا يا شباب اشتروا الكتاب. اشتروا الكتاب لعمرو جمعه. معرض الكتاب سي 27. لا هو ليه حظ انا بتضايق. هو ايه حظك يا ابني عنده في المرة انا بتضايق لما بيتعمل كده. مرة الكتب. بالله عليك وجو البرفكشنزم ده مش وقته. يلا بس عشان نوثق لحظه الاوتوجراف. ايوه فوق ولا تحت؟ ايه ده؟ يا عم اللي انت عايزه.
سقفوا يا شباب، سقفوا يا شباب. حاليا في الاتوبيس متجهين الى رمسيس، وبعد كده نطلع نعمل ايه ونطلع على اسكندريه على طول. الحمد لله اليوم كان لذيذ، ورجعنا الاستوديو بتاعنا سالمين غانمين والاراضي السكندريه العزيزه يعني. وحاليا هنستعرض مع بعض الحاجات اللي جبتها من معرض الكتاب. يلا بينا نبدا باول حاجه، وهي الروايه اللذيذه دي. يعني تقدر تقول هي اصلا سبب اللي احنا فيه ده كله. مش عارف اقول ايه الصراحه، انا خلصتها بس هي حاجه لذيذه. مش عايز احرق، وفي نفس الوقت مش عايز ما ادكش ديتيلز حلوه عنها، بس كل اللي اقدر اقوله ان هي حاجه صغنططه جدا يعني، فاهم، حوالي 99 او 100 صفحه. بص كده، بص على الحاجات المكتوبه ورا. انا مش ريفيور كتب يعني، فاعذروني على النقطه دي، بس كل اللي اقدر اقوله ان صديقنا عمرو افنى مجهود او اعطى مجهود رائع في هذا الكتاب الصغير جدا يعني. ومجهود جميل، بس يعني حاسس ان انا اشتغلت طبلة هو، بس فعلا مجهود يشكر والله. وانا استمتعت جدا، وانا مش من الناس اللي بتقعد تخلص كتاب في قعده. خلص مني في قعدتين بالظبط، ودي كانت حاجه، او في يومين بالظبط. تقدر تقول قعدتين يعني، دي حاجه مش سهله تحصل بالنسبه لي، بس اتشديت. دي كانت حاجه رائعه. خش على الحاجه التانيه، وهي برضو تبع الاخ عمرو، بس حاجه مختلفه يعني. خليني بس افتح اول الصفحتين اوريك الدنيا ماشيه ازاي. اوكي بس كده. بص برضو على اللي ورا، فاهم عمرو. عشان اقول لك بس ان اسكندريه بتطلع اباطره، ما حدش بيصدق الكلام ده، وانا منهم يعني، بس ماشي. فدي قلت لك اهو عشان ايه الناس اللي كده تصدق. باختصار شديد، ده كوميك بوك لذيذ تمام. بيتكلم عن واحد بيقابل نفسه وهو صغير، وبيعدل في شويه حاجات وبس. نسيت اقول لك صح، بالنسبه للاسعار، فسعر الروايه حوالي 60 جنيه تقريبا. انا كده كده واخدها فور فري فاعتقد ان هي 60. اما الكتاب الكوميك بوك فهو 35 جنيه. تعالوا بقى الحاجات دي، لان انا حتى الان ما فتحتهاش، لان انا كنت مستني الفيديو عشان نفتحها سوا. تعالوا بقى. عارف انت المتعه دي يعني. انا مبدئيا بس ايه، تعالوا اوريكم السعر قبل ما ارميها يعني. مش عارف هو باين ولا لا، هو اوت اوف فوكس كده كده، فاهم. انا كده كده مظبط فوكس على مظبطه مانيوال. فبشكل عام الثلاث كتب اللي هتشوفهم دول ب 55 جنيه. 55 جنيه. اوكي نبدا بالكتاب الاول. ممكن الاثنين دول كده على جنب. الكتاب ده يا صديقي اسمه كلمة السر، مذكرات الرئيس محمد حسني مبارك من 67 ل 73 يعني. كتاب مش عارف ده تراب ولا ايه ده، بس اتس اوكي يعني. من دار نهضة مصر. احنا مقلناش الدور بتاعت الحاجات التانية، بس اوكي. ماشي، تعالوا نقولهم بالمرة. القصة الصغيرة دور تقريبا اسمها حدوثة مصر، والرواية الدور تقريبا اسمها دار القاهرة. بس كده. الكتاب ده ليه قصة الصراحة. أنا اشتريته وكنت فاكر إن هو مذكرات حسني مبارك أيام الحكم، عشان أبقى واعي على الحاجات اللي حصلت وأنا لسه صغير. فقلت أشتريه يعني. المهم لما روحت فبقول له بابا بص أنا جبت إيه وبتاع، لقيته بيقول لي خلي بالك ده أيام ما هو كان في الجيش تقريبا، أو من فترة 67 ل 73. أنا كنت شايف تاريخ، بس أنا ما كنتش مستوعب التاريخ ده أصلا عبارة عن إيه غير لما روحت. والحاج كتر خيره يعني هو اللي قال لي. شكله كتاب دسم يعني، هنبقى نقرأه. ولو كده بخش برضه على الانستجرام نبقى نشوف الحوارات دي سوا لو انا قريت حاجه، وممكن ابقى اديك الفيدباك بتاعها. الكتاب التاني، وده اللي انا اول مره اشوفه فعلا، ما شفتوش في الكفر، كان محطوط في النص. مجدي الجلاد، مش بشير النصر او مشير النصر. مذكرات احمد اسماعيل وزير الحربيه في اكتوبر 73. اوكي في اللذيذ برضه، كلهم نفس الدار اصلا. كتاب محندق كده صغنن، 200 وحاجة صفحة، ما يبانش عليه بس لا لذيذ يعني. الصور اللي فيه رائع. شكلي كده أعجب بالكتب دي جدا. قرأت الصور دي بتجذبني وبعشقها الصراحة. فإن أنا كده كده كنتش عايش وقتها، طبيعي الحاجات دي تكون لذيذة. نيجي بقى للأخ الثالث. أتمنى بس يكون الكتاب اللي فات ظبط في الكادر اللي من فوق، عشان نسيت أبص عليه.
كتاب يعني كتاب وما اعرفش انا احط ازاي الصراحه نفسي في الحاجات الغليظه دي، بس ماشي. شاهد على الحرب والسلام، احمد ابو الغيط. تمام. ابقى اوقف الفيديو، اتمنى الدنيا دي تكون ظابطه عندك يعني. بشكل عام الكتاب شكله لذيذ يعني. هو انا ما اقدرش افتيك الصراحه، لان انا كنت حابب اشتري الحاجات دي من الكتب كنوع من التثقيف وتغيير الفكر، او يعني عارف انت لما تكون محطوط على اسطمبه واحده على طول، بالتالي دماغك ما بتخشش على حاجات جديده. حبيت بقى اخد التجربه واخش في حاجات سياسيه شويه، ان شاء الله يعني. هتعدي على خير، ما تقلقش. مش بس كده، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. احنا معانا شويه حاجات، بس نبتدي باللذيذه دي لان هي جنبي وبكتب فيها شويه حاجات. فنوت بوك خفيفه كانت ب20 جنيه. تمام. حاجه رائعه الصراحه، ومحندقه كده وصغننه وورقها كتير برضو، وعجبتني. يعني فاهم، فيها شويه ايه، فيها شويه تناكه كده وبرود اعصاب جميله جميله جدا. ومش بس كده، احنا معانا حاجات تانية. خلي بالك البتاع دي برضو من الدار ده. اوكي. دار فانتازيون للنشر. تعالوا بقى ايه نطلع الحاجات اللي هنا. مش بقول لك بوشكاش بيضحي النهارده، انت ما صدقتنيش. تعالى نطلع دول. بالمناسبة دول تبع الكتب التانية. تمام. نبدأ بالبوسترز الصغيرة. هي اتنوا للأسف، بس يعني ما اتنوش تانيات، يعني مقدور عليهم مقدور عليهم. الانستجرام بتاع الناس دي تحت، اتمنى بس يكون ظابط. الحاجات دي عجبتني، عشان ما نكدبش على بعض، الحاجات دي كانت لذيذة فشدتني، فقلت اجيبها برضه عشان نعلقها على السيت اب هنا. كانت دي ودي ودي ودي، يعني مش هفضل اقرا لك انا كل حاجه. عزيزي انت ليك عين تقرا يعني. نمي حصيله اللغه العربيه لديك، واقرا قليلا يا فتى، اقرا قليلا يا فتى. ونيجي لحبيبه قلبي. معلومه صغيره، انا بعشق اي حاجه ليها علاقه ببان تنسن، عشان بس نبقى متفقين. عايز تاخد قلبي هات لي اي حاجه ليها علاقه ببان تنسن. بص نبقى مش ممكن، انت النهارده صديقي. فانا حاسس ان الفيديو طول شويتين تلاته، بس قشطه يعني. احنا ما بنقعدش مع بعض يا جدع، احنا بنقعد مع بعض كل فين وفين، واحد الله. مش احسن حاجه الصراحه يعني. هي الكواليتي بتاعتها مجرد ورقه عاديه، not the best، بس هي الفكره فيها انا حبيتها قوي الصراحه وعجبتني جدا. مع ان كان في واحده تانية عن بنتين اومنيفرس، بس دي كانت يعني معبره اكتر، فيها تاريخ اكتر، فيها وحوش اكتر. بس ان انا وانت قاعدين بنحكي مع بعض، مش عارف انا مش حلقه دي، لا دي مش حلقه دي. بس كده انا خلصت كل اللي عندي. ده كده كانت جوله سريعه في الحاجات اللي انا جبتها من معرض الكتاب. اسف لو طولت عليك في الفيديو، اتمنى الفيديو يكون عجبك وتجربه لذيذه ومختلفه لابد منها برضو من حين لاخر. لو عجبتك فكره الفلوجز دي قول لي في الكومنتس. وبس كده، كان معاكم مازن مصطفى. اشوفكم الحلقه الجايه. متنساش لايك، كومنت، شير للفيديو. فيديو زي ده لازم تعملوا شير، فيديو خفيف على القلب يعني. بس يا صديقي اشوفك في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.